طب توكلنا على الله. كان مين اللي قال دول؟ جانا قالت؟ قول يا جماعه. بصوا يا جماعه، طريقه الرسم البياني عشان اللي ما يعرفوش، بنعمل س وصاد، صفر وصفر، صفر وصفر. واحد يقول لي ما في 1 2 3، اقول له صح برضه، بس هي 1 0 وصفر بتخلص على طول. اللي عايز يعمل طريقه 1 2 3 اللي في الكتاب ماشي. طيب 7 على 7 على 2 3 ونص. 7 شفتوا بقى الغلطه اللي كنتوا هتقعوا فيها؟ 3 ونص مش قصاد الصاد، ده قصاد مين؟ يبقى جيبها هنا اهو. خلي بالك دي اكتر حاجه تضيع الطالب، اللي ما ياخدش باله هيعملها ازاي. طب 7 على 3 هتطلع 2 و3 من 10 تقريبا. لما ناخد اول رقم بعد العلامه ورايح دماغك. على وضعك دلوقتي يا نور، اقعد هنا يا نور دقيقه واحده. طيب هنا بقى 8 على كيف؟ 2 و6 من 10 برضه. ده انا على فكره ده دي يعني اختبار مني بتنجحي فيه. 2 و6 من 10 قصاد السين في الصاد. طب يلا نرسم بقى، وما تنساش ان الاجابه عند مين؟ يعني انا هقول لك حاجه وانت بترسمي قوم عامله عند 2 1 كده عشان تبقى عارفه ان لازم نعدي هنا. طيب 2 و3 من 10 بعد ال 2 و3 من ايه؟ قصاد الصاد صح؟ 2 و3 من 10. اهي بصي هنا بقى تبقى 3 وايه؟ ونص. فعلا عدينا عليها ولا ما عديناش؟ ما عديش. طب لو ما كانتش معديه هتصرف بالقلم الرصاص بقى، ازود الاكس شويه انزلها شويه بحيث ان الثلاثه يعدوا على خط واحد. هنا بقى 4 على مين؟ اجي عند الاربعه بتاع الصاد. اللي عليه الدور فقط يا جماعه اتكلم لو سمحت عشان الحصه تبقى حلوه وتستفيدوا منها. اهي كده المساله ظبطت فعلا. الحل من غير ما اتكلم انا، يا سبحان الله، رسم على المسطره. مجموعه الحل كده. ما هو اللي بيبص اللي بيحط الخطه صح هيوصل صح باذن الله. ما هو عمل عايزين نحل، شغال الفلاش يا افصل بقى. عايزين نحل دي جبريه. خلاص؟ طيب كملي على الدور. قولي يا ساره. هنضرب هنا. بصوا بقى فوق في اللي تحت، تحت في اللي فوق. طبعا احنا عايزين نتخلص من الصاد. ده كانه ايه؟ فاضرب هنا في 1 وهنا في سالب 2. توكلنا على الله. 1 في 4 س. 1 في 2 يساوي 1 في 8. هنا سالب 2 في س. سالب 2 في صاد. سالب 2 في 3 سالب 6. ونقول له بالايه؟ على وضعك دلوقتي هناك 4 ناقص 2. 2 ناقص 2 تروح خلاص يساوي 8 ناقص 6 2. طب يبقى س يساوي فعل 1 وارجع اقول له بالايه؟ س بتساوي عوضي عن س بواحد. 4 في 1 4 في 1 زائد 2 في صاد يساوي 8. طيب يبقى 2 صاد بيساوي 8 ناقص 4. يبقى 2 صاد بكام؟ يبقى صاد ب 4 يساوي 2. مجموعة الحل ايه؟ تساوي القوس اللي جواه الزوج 1 2. اللي ممكن تجي لكم على درس الاولاني في الرابع. فكره زي دي لو خدت بالك ايه المشكله هنا؟ مين اللي ما عادش عايز يقول؟ ماشي يا همس قول. ايه المشكله عندك في السؤال ده يا همس؟ الصاد مش موجوده فوق. قال لك طالما مساله فيهم بمجهول واحد، طب ما نعملها الاول. يعني احنا هنقوم عاملين ايه؟ ساحبين 2 س زائد 2 ونشتغل بيه. يلا 2 س زائد 2 يساوي ايه؟ مفيش بقى فوق في اللي تحت وتحت في اللي فوق، خلاص هو حل على طول. 2 س تساوي 2 س تساوي 6. طيب نرجع نقول له بالايه؟ يعني في خطوه في الاول اتلغت اللي هي خطوه الضرب، ودخلنا على تحليل المعادله او حل المعادلات وبعدين التعويض. خلاص كمل. حطي في 1 قصدك هنا ايه؟ حط هنا 3. ها 2 في 3 6 يعني صاد. يعني مجموعة الحل تساوي زوج المركب
ليه زوج مرتب يا همسه؟ عشان المساله فيها مجهولين. فيبقى كام وكام؟ مشكلته ايه؟ خلي بالكوا هتلاقوا في كل مساله الفكره الزياده بتاعها. هنا المساله محتاجه ترتيب، السين الاول بعدين الصاد بعدين الايه؟ الرقم. طب قول يا جهل. هنقول س زائد 2 ص. س وانقل الصاد الناحيات اللي اتنقل اللي س. عدى. بص اللي عدى علامه اليساوي يتغير اشاره. عشان كده في قاعده بتقول لك من حاره لحاره، لو نقلنا من حاره لحاره لازم نغير. نقول سالب 2 ص. س ناقص 2 صاد يساوي سالب 5. السالب ما اتنقلتش وعدت الحاره الثانيه. طيب ها نقول س كده السين هتيجي هنا قدام والصاد هتيجي ورا يساوي 5. وبعدين بقى ايه؟ هنحط دي اشاره ايه ودي اشاره ايه؟ دي اشاره سالبه. السين سالبه زي ما هي والصاد موجبه زي ما هي. ازاي؟ ما احنا مبدلين. قال لك ايه؟ طالما ما عديناش من حاره لحاره ما نبقاش نغير الايه؟ طالما غيرنا في نفس المكان، التغيير في المكان ما بيأثرش على الاشاره. طيب ونرجع نحل عادي. السؤال هنا انا شايفه انه مش محتاج نضرب. هو مضروب ومظبوط واشاراته في الجول صح؟ هنقول بالجمع. هنضرب س مع س. س مع س. و5 على 5. صفر يساوي صفر. اوبا. حل الحلول. ده معناه ان في كام حل؟ لان الصفر تساوي صفر دي دايما تنفع، دايما تنفع. معروف ان الصفر تساوي صفر، اي رقم يساوي نفسه. الخمسه هي الخمسه صح؟ طيب يبقى عدد لا نهائي، يعني مجموعه الحل ايه بقى؟ نكتبها ازاي؟ فاكره؟ بتساوي اي زوج مرتب اسمه الف و ب، حيث الالف والب ده ينتمي للمعادله. ها المعادله بتقول ايه بقى؟ اي معادله فيه س تساوي 2 ص. شوف السؤال ده يا ولاد قمه في الذكاء وقمه في التفاهه، وللاسف في طلبه كتير هتقع فيه. انه مدينا س بكام؟ ب3 وصاد بكام؟ يبقى مجموعه الحل. يلا يا امان. الزوج المرتب اللي اسمه 3 بس ناقص هنحل كل واحد لوحده ونقول مجموعه الحل. يعني هجيب دي لوحدها. يلا يا ابله اهو. 2 س بكام؟ يبقى س بكام؟ طيب صاد زائد 1 بكام؟ طب يبقى صاد بكام؟ 5 ناقص 1 برضه مجموعه الحل. الزوج المرتب 4 و4. يعني ممكن السؤال يبقى اذكى شويه بس نفس في مشكله اللي هي في مقامات في السؤال يا شباب. طب ما نتخلص من المقامات. نضرب هنا في 6. طب اشمعنى 6؟ عشان تقبل الاسم على 2 و3. طب هنضرب هنا في 6. اوسع بس المكان شويه. هنضرب هنا في 6 اهو في 6 في 6 في 6. بضرب المساله كلها عشان كاني ما عملتش حاجه. ماشي يلا. 6 على 2 3 يبقى 3 س زائد 6 على 3 2 ص. 3 ب 6 حلو. هنا بقى نضرب فين؟ برضه 6 لان هو المقام ب 6 صح؟ 6 في س 6 على 6 تروح يبقى الف 1 ص. نمشي بقى بقاعدة نضرب فوق في اللي تحت تحت في اللي فوق. يلا هنضرب ايه في ايه هنا؟ هنا في 1 تحت 2. هنا في 1 هنا في سالب 2. توكلنا على الله. 3 س زائد 2 ص 3 س زائد 2 ص يساوي 18. سالب 12 س زائد ناقص سالب 12 س ناقص 2 ص ناقص 2 ص يساوي سالب 36. بالايه؟ بالجمع. تبقى سالب 9 س سالب 9 س ودي تساوي سالب 18. يبقى س 3 18 سالب 9 يعني بيساوي 2. وارجع اقول له تعويض. بنعوض فين؟ س ب 2 نحطها له 2 في 3. 6 فاهمين الطريقه اللي انا بعملها اللي انا احطها كده بفهم نفسي مش بحط اس يعني. انا اقصد احط 2 هنا 3 2 ب 6 زائد 2 ص سالب 18 وبالحل السريع 18 ناقص 6 12 يساوي 12. يبقى ص يساوي 12 على 2. 6 مجموع الحل بقى عشان المكان يبان. 2
المرتب جوه قوس الايه؟ المجموعه 2 و6. شكرا. العدد الحلول ان انا احل عادي خالص، سيبك من الطرق اللي بيقولها في اي كتاب. عادي خالص اهو. يلا يا بنتي. هضرب فوق في اللي تحت. تحت هنا طالب عدد الايه؟ الحلول. طيب. طب يلا يا بنتي قولي يا صابرين. اضربي فوق في 4 بتسالب 2. كملي. 4 في س 4 في س زائد 4 في 2 4 في 5 ده 20. ده بسالب 2 في 2 سالب 4 س سالب 2 في 4 سالب 8 ص سالب 2 في 5. واقول له بتجمع. ومن هنا بقى نبتدي ننفذ الكلام. الأربعة تروح والثمانية تروح. يديك هنا صفر. يساوي الناحية التانية 20 ناقص 10 كام؟ هسألك سؤال يا صابرين بالذوق والعقل والمنطق والدين. هل الصفر تساوي ال 20 أو تساوي ال 10؟ لا. مرفوضة. وطالما مرفوضة لا يوجد حلول. نكتب له هنا مرفوض. يعني مفيش حلول. أهي بالبلد أهو مفيش حلول. بس انتوا ما تكتبوش كده، تكتبوا لا يوجد حلول. لا يوجد ايه؟ حلول. ده معناه ان مجموعة الحل ايه؟ ده معناه ان المستقيمان ايه؟ ما عشان ما يتقابلوش، ما هو معنى ان مفيش حلول يبقى المستقيمان ما يتقابلوش. يبقى هما ايه؟ ده كله نفس الالفاظ لنفس المعنى، ان لا يوجد حلول. طب خش على اللي بعدها على طول من غير ما نوقف حاجة. ابتدي يلا يا انسه حبيبه. هضرب فوق في ايه وتحت في ايه؟ وتحت في ايه يا شوكولاته؟ في سالب. طب 3 في 2 3 في ص 3 في 7. طب سالب 1 في 6 سالب 1 في 3. طب سالب 1 في 21. هنقول بالجمع يا شباب 6 ناقص 6 3 ناقص 3 ادينا هنا 21 ناقص 21 برضه ايه؟ انا هسألك سؤال ترد عليه في ثانية. عمر الصفر تساوي صفر؟ طب هسأل ميرنا نفس السؤال. الصفر ينفع تساوي صفر؟ بسأل سؤال الصفر تساوي صفر؟ مرفوض. ازاي ما صفر تساوي صفر 5 تساوي 5. يبقى دي مقبولة دائما. يا باشا ده نفس السن. نرفض ازاي؟ نفس السن يساوي نفس السن يبقى احسن حاجة. مش بدل ما يبقى ده اكبر من ده وده اصغر من ده مش هيناسب. طالما نفس السن مناسب صفر يساوي صفر اوكي. مجموعة الحل كده يبقى دلوقتي ده معناه ان في عدد لا نهائي متوافقين على كل شيء. عدد لا ايه؟ طيب ده معناه ان هما منطبقان ان هما ايه؟ رسمتها كده. ما هو معنى ان هما بص يا بنتي كل اليمين يساوي كل الشمال. خدت بالك حتى هنا كل اليمين يساوي كل الشمال شبه بعض بالظبط. شبه بعض بالظبط. صفر تساوي صفر معناها منطبقان. عدد الحلول لا نهائي. طيب مجموعة الحل تتكتب ازاي كمان مرة؟ بنكتب له الزوج المرتب ألف ومية أو نكتبها الزوج المرتب س ومية. حيث السين والصاد تنتمي للعلاقة 2 س زائد ص يساوي 7. شكرا. ماشي بتصبروا المقفل. شكرا. في 3 وتحت حلو. اضربي بقى. هنقول 3 في 2 ايه؟ سالب. ماشي يا فنان. عادي 3 في 1 ب3. كملي بس انا معاك اهو. 3 س زائد 3 ص يساوي 3 في 2 6. طب هنا هنقول سالب 2 س سالب 1 في 3 في سالب 3 ص يساوي سالب 5. بس يا ولد ما اسمعش صوتك. بالجمع هنقول بالجمع 3 و 2 5. 3 ناقص 2 3 ناقص 2 1 1 س. س عرفت البخون يا ولاد. 3 ناقص 6 ناقص 5 كام؟ 1. ده معناه ان س بتساوي 1 على 1 او 1 خلاص. شكرا. يعني هو المفروض ما نقسمش بس عشان خاطر عيونكم بس. طيب بالتعويض صوت يا رجاله. بالتعويض عوض لي فوق عن س بواحد 1 وصاد. ما نكملش بقى. هو مش عايز حاجه. مجرد ان انا لقيت س بيساوي رقم هو مش عايز الحل. هو عايز عدد ايه؟
ده معناه ان عدد الحلول واحد. واحد، لان هما متقاطعان. هو معنى ان س لو ظهر لك س او ص تساوي رقم يبقى هما ايه؟ متقاطعان. يبقى مجموعه الحل بقى لو عايزها هنكمل ونجيبها خلاص. طب الملخص المفيد بقى في الكلام هكتبه لك هنا، الكلام هنا واضح؟ طيب الملخص المفيد لو طلع لك صفر يساوي صفر عدد لا نهائي. احنا بنراجع بقى يا جانا، ما كل ده متاخد قبل كده. صفر يساوي رقم غيره ما عدا الصفر بقى. يبقى لا يوجد حلول. لا يوجد ايه؟ حلول. لو س او ص بيساوي رقم حل واحد. حل ايه؟ طب هستأذنكم هقول لكم فكره تاني للمعلومات العامه. المستقيمين دول معناهم ان هم ايه؟ منطبقان، صح يا ولاد؟ اما دول معناه ان هم ايه؟ متوازيان. دول متقاطعان. خلاص؟ فعلى فكره كلمه مجموعه الحل هي نقطه التقاطع. يعني لو قال اوجد نقطه التقاطع يبقى قصده هات ايه؟ طيب في ملحوظه يعني اول مره اقولها، لو هما متوازيان او منطبقان في الحاله دي الميل واحد بيساوي الميل اتنين بتاع الترم الايه؟ الاولاني. مش الميل بيساوي الميل؟ بس الفرق ما بينهم في المتوازيان مفيش نقطة تقاطع، مفيش نقطة. هو الميل زي الميل في الحالتين اهو، مش الميل هنا زي بعضه بس في نقط ايه؟ تقاطع. الميل هنا زي بعضه بس مفيش نقط ايه؟ في المتوازيان مفيش نقط تقاطع، في المنطبقان في نقط ايه؟ ودي اسمها طريقة الميل والنقطة. نعم. ماشي. ودي اسمها طريقة في نون. ايه؟ نون. اسمع. بيقول لك يا بسمله في عدد لا نهائي من الحلول. هنا بقى للاسف في الحروف في الالفات والباءات يعني لو قال لك عدد لا نهائي من الحروف بس يا ولد، لو قال لك عدد لا نهائي من الحروف هنعمل ايه يا بسمله؟ بصي لو قال عدد لا نهائي او لا يوجد حلول في معلومه هنا منطبقان او متوازيان يعني الميل يساوي ايه؟ يعني انسوا بقى طريقه اللي انا بعملها دي. السؤال اللي فيه مجهول اعمله بالميل، ساوي الميل بالميل. فاكرين الميل بتاع الترم الاولاني؟ الميل واحد يساوي الميل 2. بص سالب الف على 2 سالب لا سالب معامل س يبقى سالب 2 على ايه؟ يساوي سالب 4 على ايه؟ ومن هنا تحل المساله هتطلع معاكي بسهوله. فاكرين الترم الاولاني المتوازيان ميلهما ايه؟ ما هو نفس الفكره، الميل يساوي الايه؟ الميل. يلا بقى سالب 4 الف يساوي سالب ايه؟ 12 يبقى الف سالب 12 على سالب 4 يساوي كام؟ 3. طب كله نفس المعنى على فكره. يعني 4 حاجات تعمل الحركه اللي انا بقولها دي لو قال متوازيان او منطبقان. لا يوجد حلول او عدد لا نهائي، الاربعه بنجيبهم بالميل، الاربعه بنجيبهم بس يا انسه جنى الاربعه بنجيبهم بالميل. بص هنا يلا ميل واحد يساوي ميل 2 1 على 2 سالب معامل س على معامل ص يبقى سالب 1 على 2. التاني سالب الف على ايه؟ احلى مقص بقى سالب 2 الف يساوي سالب يبقى الف يساوي سالب 4 على سالب 2 يساوي 2. فيها صعوبة؟ يعني الميل زي الميل صح؟ لو جبت الميل والميل هتلاقي مصيبة. أنا هشرح كأني طالب، يعني هفهم نفسي كأني طالب. تعالى نجيب الميل زي ما الأستاذ أحمد قال، سالب 1 على 2 سالب 2 على 4 ما استفدناش حاجة، ما هم فعلا قد بعض. فين الألف؟ ما ظهرتش. طب تعملي إيه يا نور في اللحظة دي؟ هضرب في معامل ص عادي وفي الآخر هساوي الاثنين مع بعض. أضرب فين؟ في معامل ص دي الطريقة الفكرة الثانية. لا في فكرة ثانية في حالة إن المجهول تبقى هي الألف. دخلوا جوه. اسمعيني بقى. لا في المنطبقان هي على فكره النور بتقول صح، بس انا هقول لكم طريقه ثانيه. ده سؤال ذكاء انا ما شفتوش في اي كتاب. انا اللي عارف ان لو حب يعقدكم كلكم هيجيبوا. الحل البسيط اهو ده كام؟ 1 على ايه؟ 2 على ايه؟ بتساوي الف على ايه؟ في حاله المنطبقان في ميزه غريبه اصلا، ودي طريقه رابعه على فكره للحل، ان انا بقسم السين على السين، الصاد على الصاد، الحد المطلق على المطلق. الثلاثه يساووا بعض، ليه؟ لانهم منطبقان، لانهم ايه؟ شكرا. اعملي مقص وهاتوا سؤال 4 يساوي 24 يبقى 24 على 4 واللي زميلتكم قالته صح برضه.
حل المعادله التربيعيه. خلاص؟ عندك الطريقه الجبريه والطريقه البيانيه. الطريقه الجبريه والطريقه طيب بالنسبه للطريقه الجبريه هنبدا بالجبريه. في تحليل وفي قانون عام. التحليل ده بتاع الثانيه اعدادي، خلينا النهارده في طريقه القانون العام. ايه طريقه القانون العام ديت؟ ابتدي يا صبري. نقول ألف وباء وجيم. ألف وباء وجيم. ألف هتبقى باتنين وباء بخمسة ألف اللي جنب س تربيع وب اللي جنب س وجيم الحد الايه؟ المركب. طب ممكن تقولي لي القانون بيقول ايه؟ سالب باء موجب سالب جذر باء تربيع ناقص سالب باء موجب وسالب جذر باء تربيع ناقص 4 ألف ج عايزين ألف يساوي سالب 5 موجب أو سالب 5 زائد وناقص جذر قوس تربيع قوس تربيعي ناقص 4 في ج على 2 في ايه في القوس؟ 5 الاثنين في دول بنحط فيهم ايه؟ 5 دي في الاول وبعدين 2 فوق 2 1 تحت كده. طيب ممكن الاجابه بالاله لو سمحتوا، خلي حد معانا بالاله كده يكون سريع شويه. هتعملها لي مره بالزائد ومره 25 ناقص 8 كام؟ انا هعملها المره دي هعملها بايدي بس يعني سالب 5 زائد جذر 17 على 4 سالب 5 ناقص جذر 17 على 4. السؤال ده يا ولاد المره دي هنسيبه كده لو قايل لي في عنوان المساله بدون استخدام الاله. يعني ايه بدون استخدام الاله؟ مش معناه انك ما تستخدمهاش خالص، معناه انك ما تدوس على زرار اس دي. استخدمها وتعالى لغايه هنا وقف. مش فعلا طلعت كده؟ في سالب صفر. مجموعه الحل لو نسيته ما تزعلش من اللي هيحصل. سالب 5 زائد جذر 17 على 4 سالب 5 ناقص جذر 17. يبقى ايه؟ حل المعادله التربيعيه لازم يكون الناحيه الشمال بصفر. فهنا عندنا شويه يمين شويه شمال ما ينفعناش، كله يجي في طرف واحد. ها 2 س زائد س الاول س تربيع كده تبقى سالب س تربيع ناقص 5 والاثنين س زي ما هي والناقص تيجي تبقى زي. خدت بالك ان الس تربيع غيرناها، الخمسه غيرناها عشان من حاره لحاره لازم نغير الاشاره. الالف والب والج. يلا ألف سالب 1 وباء ثواني. ب2 الف وب والج. الف بسالب 1 و2 و5. الجيم ب ب2 وجيم ب5. بعد كده القانون هناك اهو مش هنكتبه تاني. سالب ب سالب ب بكام على طول؟ وموجب سالب جذر قوس تربيعي ناقص 4 في بس يعني ها ايه اللي في القوس؟ 2 تربيع سالب 1 سالب 1 و5 مش عايز اسمعها انا كده سالب 1 و5 و5 و2 ب سالب سالب 1. مين بقى اللي عمل لي دي؟ يلا بالاله يا جماعه. كام؟ اس دي. المره دي بقى يا اولاد لاقرب رقم 10 هاتي لي اس دي كام؟ 4 علامه 8 9 8 بالموجب. طيب اعملها بقى بالناقص فوق، شوفي الاجابه كام بسرعه. يعني غيرت زائد خلاها ناقص. طب مين معاه آلة يجيبها لي؟ الجذر واحدة. سالب 1 علامة 4 4. طب تاني واحدة بقى لما نخليها ناقص بخش اغير الزائد اخليه ناقص. اس دي هيطلع 3 علامة 4 4. بصوا بقى يلا نقرب، احنا ما قربناش، اقعد دقيقة واحدة. 1 و4 بالسالب وهنا 3 و4 بالموجب وده مجموعة الحل. 1 و4 بالسالب. محدش قال لي ليه يا استاذ ما حطيتش زوج مرتب؟ ليه يا عندنا استاذ؟ مفيش ليه ما حطيناش زوج مرتب هنا؟ عشان هو مجهول واحد اسمه س يبقى ملوش زوج ايه؟ الزوج دوت لما يبقى مجهولين س وصاد فيبقى جزء من الاسئله. هنخلص من 3 ونخلص من السين، لازم نخلص من المقامات زي ما قلنا في السؤال اللي فات. هنضرب فيها في 3 هنا لا في 3 س. ماشي معايا. انا بتاعتي مش عاجباني، انا هكتبها واكبر الخط شويه. خليك على ايوه خليك. طيب ها بصوا انا هكتبها عشان بس س على 3 زائد 3 على س يساوي 3. يلا اضرب في ايه بقى؟ هنضرب هنا ب 3 س. اشمعنى 3 س؟ عشان هو المقامات. ماشي. واضرب هنا هتبقى 3 س وهنا 3 س. كبرت كده الدنيا توسع شويه معايا. 3 على 3 تروح يفضل لك س س. نور س تربيع
طب س مع الس تروح 3 في 3 9 يساوي 3 في 3 ب 9 س. طب هتعملي ايه يا نور بعد كده؟ هنجيب كله في طرف واحد. ماشي. يبقى س تربيع ناقص 9 س زائد 9 يساوي 6. وتقوم مكمله بقى الألف بواحد والباء وب ب9 وج 9 والجيم ب9. 9 تعرف تكملي؟ القانون سالب باء لا خلاص. هنضرب 5 س في س. هنضرب ال5 س دي هنا وهنا عشان حتى اكد عليها بكتبها فوق كده تبين 5 س في س ب 5 س تربيع ماشي فتبقى 10 س. 10 س 10 س بيساوي 5. كله طرف واحد. هتبقى 5 تربيع زائد 10 ناقص 5 بيساوي 0. ألف وب ألف ب5 وباء ب10 وجيم بسالب 5. فيها أي مشاكل؟ يا بنات قوس تربيعي 3 شرطات. شرطة. هتبقى س تربيع س تربيع أولها موجب واخرها موجب آخرها موجب. والنص شكل النص. بس النص شكل النص. زي النص. هتبقى س تربيع س في س س تربيع س تربيع. وهتبقى اتنين؟ ب4 4 س 2 في 2 ب4 في س ب4 س. هتبقى زائد 3 س ناقص 5 بتساوي 0. في هنا خطوة كمان زيادة عن المسألة اللي فاتت اللي هي ايه ضحى؟ هتبقى س تربيع ناقص س ناقص 1 بتساوي 0. س تربيع هتنزل عادي. بس لما الاقي ناقص 4 س شبه ال3 س اجمعهم يطلعوا ايه؟ سالب 1 س. ال4 ناقص ال5 يساوي ايه؟ صفر. سالب 1 يساوي 0. وهنا تيجي بقى طريقة أ ب د. أ ب ألف بواحد ب ب بسالب 1 ج. سالب 1. طب يلا نحلها للآخر دي المرة دي. هتبقى قانون سالب باء موجب وسالب جذر باء تربيع ناقص 4 في ألف ج على الاتنين ألف. انت انا جاي لكم. هتبقى س يبقى س بتساوي سالب موجب وسالب جذر سالب ناقص جذر قوس تربيعي ناقص 4 في هتبقى سالب 1 ها. وألف اللي هو ألف 1 في سالب 1 هتبقى الاتنين في 1. طيب موجب 1 زائد ناقص جذر 1 زائد 4 5 على 2 نجيبها بقى بالآلة مرة بالزائد مرة بالنقص. هات معايا الآلة يا ولاد نعملها بسرعة. عملتيها بس سنين؟ كملوها انتوا تنسوش. ده طريقة التيبل عندكم س د س اسمها باشا اللي هي سالب 1 0 1 2 3. كفاية. بصوا بقى أنا هعوض بالخطوات قوس تربيع ناقص 2 قوس تربيع ناقص 2 قوس وهكذا يا شباب. بالتعويض يعني لو عملتوها بالتيبل ماشي بالتعويض ماشي. ده التعويض هنعوض عن دي. شايفين دي؟ مش هي س تربيع ناقص 2 س؟ كل س بحط مكانها هي ثمرة قوس. فاهماني؟ طب ليه بحط قوس؟ بحط قيمة السين جواها. سالب 1 أول مرة 0 1 2 3 صعبة؟ بعد إذنكم بالآلة بقى هتقول لي جاي 3 0 ساعة سالب 1 3 فعلا 3 0 سالب. يا رب تكون ما تسمعيش. بس يا خالد طيب دلوقتي تمام اهي صح؟ تعال نرسم بقى ونشوف منطقة مجموعة الحل اللي بيقول عليها. ادي الرسمة 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 سالب 1 سالب 2 سالب 3 هنا سالب 1 سالب 2 هو عايز سالب 1 وين؟ بس يعني سالب 1 و3 اهي 0 و0 اهو 1 2 و0 3 نمثل كده. طيب مجموعة الحل هي النقط دي. وعلى فكرة يا ولاد لو النقطة مش مظبوطة وحظكم المرة دي انا جايبها مظبوطة عشان تطلع حلوة. مجموعة الحل اللي هي النقطة 2 والنقطة ايه؟ 0. طب هو طالب
مجموعة الحل بتاع الرسمة دي ولا رسمة تانية؟ ده طالب الرسمة دي، شو عايز مجموعة الحل دي؟ طب ايه اللي خلانا نجيب دي؟ قال لك لو طلب معادلة شكلها جديد، مش دي شكلها جديد عن اللي فوقها؟ صح؟ ما يهمكش هي نفس السؤال. طالما رسم دي يبقى اكيد عايز مجموعة حل دي. وهتقول لي طب ما دي مش دي يا استاذ، يقول لك لا يا ناصح هي بس ضرب في 2. بص كده. عندنا الضرب في 2 الاسم على 2 الضرب في 5 الاسم على اي حاجه، ما تغيير الاشاره ما بتغيرش الاجابه، ما بتغيرش الايه؟ طالما نفس المعادله مضروبه او مقسومه ما بتغيرش الاجابه. يعني من الاخر لو قال لك المساله دي مع مساله ثانيه، مسالتين مع بعض، واحده فيهم رسم وهات الثانيه مجموعه الحل، هو قصده هي نفس المساله، فتجيبوها له عادي. خلاص يا شباب؟ شوف. ساعد كريم ما تقلقش. طيب الداله التربيعيه اللي قدامك دي مجموعه الحل بتاعتها 2 و3 يا محمد. هل يلا عايز كلمه الف وب. اولا السؤال ده هيرجعنا للدرس الاولاني. هتقولي ازاي؟ هقول لك خليكي معايا كده. شيلي س وحط 2 وشيلي ص وحط. طبعا انا بحبك. شيلي س وحط 2 مره، يعني مكان الس حط ايه؟ طب شيلي الس وحط 3 مره كمان، يعني احنا هنعوض مره ب2. مش مجموعه الحل ب2 و3؟ عوضي مره ب2 مره ب3. طيب مكان الس بقى يبقى 2 تربيع ناقص ا في 2 زائد ب المفروض يساوي ايه؟ لان مجموعه الحل معناها ان المساله دي بصفر او اصفار الداله. طيب 4 ناقص 2 ا زائد ب يساوي 0. ادي اول معادله. طيب شيلي س وحط 3. قوس تربيعي ناقص ا في قوس زائد ب. قلت هتعملي ايه ها؟ 3 كام؟ 9 ناقص 3 ا زائد ب يساوي 0. تاني ايه؟ معادله. مش خدت بالك ان السؤال اتحول لمعادلتين؟ في كام مجهول؟ لما نخليهم عادي، خلي بالكم المكان مش هيكفي، بس انا هخش الدخله معاك. يعني هنكمل هنا عشان نتكلم. طيب سالب 2 ا زائد ب يساوي ودي الاربعه هناك يبقى سالب ايه؟ سالب 3 ا زائد ب يساوي ودي 9 هناك تبقى ايه؟ حل بقى يا معلم. هنقول له هنضرب فوق في 1 وتحت. هنرجع للعادي بتاعنا. 1 في 2 في سالب 2 ا زائد ب يساوي سالب 4. اضرب هنا في سالب 1 موجب 3 ا سالب ب يساوي 9. كبيرة جدا بس سهل. الب تروح مع الباء. ها 3 ا ناقص 2 ا بكام يا ريت؟ 1 ا يساوي 9 ناقص 4 كام؟ خلاص ا كده ب5. ا كده ايه؟ نيجي نقول له بالتعويض نقول له ايه؟ طب عوضي يلا. عوضي في دي مثلا. شيل ا وحط 5. 2 في 5 بكام؟ زائد ب يساوي سالب 4. يبقى ب بتساوي سالب 4 زائد 10. ب بكام؟ شكرا كده جبنا قيمة ا. شيلي س وحطي. ما بقول لك 2 تنتمي لمجموعة الحل. يلا شيلي س وحط 2. ا في 2 تربيع زائد 5 في 2 زائد 6 يساوي يبقى 4 ا زائد 10 زائد 6 يساوي. هنجمع دول 4 ا و16 يساوي. طب هنا هنحل معادلتين في مجهولين ولا هو معادلة واحدة وخلصنا؟ يبقى 4 ا بيساوي 6 سالب 6. يبقى ا بيساوي سالب 16 على الاثنين على 4 يساوي سالب 4. شكرا مفيش حاجة تاني. نقطة الرأس كام؟ سالب 3 و4. ما أنا لما أرسم هفهم. وأحد الجذرين سالب إيه؟ يبقى الجذر الثاني أنت لو خدت بالك من نقطة الرأس اللي هي بتبقى فين؟ في النص بالظبط. دي كام؟ سالب 3 في النص. طب قبلها سالب 5 يبقى بعدها لا هنزود 2. سالب 1. أكمل بنفس التسلسل. سالب 5 سالب 3 سالب 1. طب مثال تاني. واحنا على وضعنا كده. لو الرأس 4 و7. ما هي 5 3 1. سيبك من الإشارة. 5 3 نقصنا 2 1 وبعدين نحط الإشارة تاني. ليه ما خدتش على 4؟ ما هو أصل دي محور السينات. فمحور السينات ما بنحتاجش الأربعة في حاجة. ومجموعة الحل معناها سينات. وأصفار الدالة يعني سينات. مالناش دعوة بالصادات. برضه الذكاء في مسألة نقطة الرأس إن أنا بلغي الصاد كأنها إيه؟
مش موجوده خلاص. انا اللي يهمني في الراس ايه؟ السين. فاهمني؟ طيب دي بقى نكمل كلامنا. واحد الجذرين هو واحد، يبقى الجذر الاقرب بكام؟ من الاخر برسم رسمتي. النقطة 4 وايه؟ 7. انا يهمني منها مين؟ الاربعة. احد الجذرين ايه؟ واحد، والاربعة يبقى 1 4 ايه؟ 7 صح. حد قالها من شوية. 1 4 7. بأكمل بنفس الايه؟ سنة. يلا يا رب. بص يا رب، دي حل معادلتين، احدهما من الدرجة الأولى والأخرى من الدرجة الايه؟ الثانية. هنسمي ده واحد، نسمي ده من واحد. بالراحة. هنكتب السؤال الأول. س زائد ص بكام؟ طب يبقى س بتساوي ناقص ص، وتسمي ده 3 من 2 س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 13. طب هنشيل س، حط قوس، يبقى قوس تربيعي زائد ص تربيعي ناقص 13 بصفر. شيل السين وحط كام بقى؟ الكل ايه؟ طب رحمه معاها بقى، قسموا السؤال على بعض. 3 شرطات، اولها موجب واخرها موجب والنص 25 ص تربيع 10 ص زائد ص تربيع ناقص 13 يساوي 0. طب ص تربيع مع ص تربيع 2 ص ناقص 10 ص زائد 12. طيب فاكره بنعمل ايه في السؤال ده؟ ينفع احله بالقانون وينفع احله. انا قلت لكم اللي يريحكم. ا ب2 وب بسالب 10. يلا اللي معاه بسرعه يا جماعه يساعدنا. وجيب ب12. س بتساوي سالب ب زائد وناقص. معلش يا رنا اقول القانون. طب عوض انت يا هلا. قوس تربيع ناقص 4 يبقى هنا سالب 10 2 12. برافو عليك. على 2 طلعي الاجابه يلا. 3. كام؟ 3 و2. 3 وايه؟ هتقول له من 3. معلش انا هنقل هنا السؤال. من 3 من ايه؟ طيب فين 3؟ ماشي. ها كملي يا رنا. س بتساوي 5 ناقص ايه؟ حط ايه هنا؟ حط ايه هنا؟ يطلع ايه هنا؟ بيطلع ايه هنا؟ مجموعة الحل النهائي رحمة 3 و2 و2 و3. شكرا. توكلنا على الله. من واحد لتسنين. س زائد ص بيساوي 5. س بتساوي 5 ناقص ص. سمي ده رقم 3. فنانة يا بنت. من 2 س ص تساوي 6. شيل السين نحط قيمة 5 ناقص ص تساوي 6. دخل الصاد هنا وهنا. 5 في ص ناقص ص في ص بيساوي، انقل لي كله في ناحية واحدة ورتب بالمرة. سالب ص تربيع زائد 5 ص. رتبت دي وهات دي معاهم هنا تبقى ناقص ايه؟ ما هي القيمة اللي انا عملتها ممكن تعملها بنفس الخطوة بدل الخطوات دي كلها. معلش أ وب وج. خلي بالك ان انا اقدر احل برضه بطريقة التحليل عادي ومش صعبة. بس انا بقول اديني بفكرك بالدرس التاني. ما هي طريقة القانون لما بعملها في الدرس بتاع النهارده افتكرنا كل حاجة في درس النهارده. يلا بقى س بتساوي سالب زائد وناقص جذر قوس تربيعي ناقص 4 في وركز حبه يا استاذ عفيف. في القوس نحط ايه؟ اول مره تسمعيها يعني جيب لي فكره تضحك كانك بتسمعيها لاول مره على 2 فعلا. بس يا بنتي طلع لي الاجابه بقى. طلع لي الاجابه.
25 ناقص 24 واحد يبقى سالب 5 وواحد سالب 4 اللي سالب 2 ب2 و3. ماشي؟ يا 2 يا 3. هنقول مين 3؟ 3 فين؟ س تساوي 5 ناقص قوس س تساوي 5 ناقص قوس. حط مرة 2 ومرة 3 يطلع لك 3 يطلع لك 2. مجموعة الحل هتبقى هنا تساوي 2 و3 أو 3 و2. شكرا. ها 1 2 صح؟ هتقولي ايه أول حاجة؟ من 1 ها س زائد ص يساوي 3 يبقى س بتساوي سمي ده 3. اعملي هون كده. من 2 من 2 س تربيع. بالراحة بقى كده عشان السؤال ده يمكن أتقل مسألة في الدرس. احنا هنشيل السين مرتين، السين اللي هنا والسين اللي هنا. يبقى قوس تربيع زائد صاد تربيع. ها 3 قوس في صاد. وممكن ابسطها لنفسي معلش بعد اذنك اخلي 3 صاد في القوس. ينفع عادي. يعني اخلي السين في الاخر و3 صاد مع بعض عشان تسهل لي الضرب. تضربي بقى كده 3 ناقص صاد هنا 3 ناقص صاد هنا. يلا قوس تربيع. اولها واخرها والنص. معلش يا ياسمين اضربي الضربه دي. انت شويه هتقسموا السؤال عشان هو سؤال طويل قوي. 9 صاد تربيع هنا 6 صاد هنا. ها 3 صاد في 3 ناقص 3 صاد في صاد ناقص 11 يساوي 6. جمعهم لي كده يبقى صاد تربيع 2. استني معلش بالراحه. صاد تربيع وصاد تربيع نقصي منهم 3 صاد تربيع. طب سالب 6 صاد مع 9 صاد 3 صاد 9 ناقص 11. كملي لي بقى يا سعاد. 1000 وبينهم ها سالب بقى اللي هو سالب 3 زائد وناقص جذر 3 تربيع ناقص على 2. طب يساوي يلا يا جماعه بالآلة كده لو سمحتوا. تقريبا 2 و1 متأكدين؟ طيب يلا يا انسه ياسمين من 3 بقى. 3 ناقص قوس مرتين. يبقى دي 1 ودي 2. مجموعة الحل ايه بقى يا شباب؟ 1 و2 2 و1. شكرا. أن العدد الأول س العدد الثاني ص. دي أول جملة بنقولها في العددين. بعد ما فرضنا العددين وقال مجموعهم ايه؟ حولها لي يا باشا. طب قال مجموع مربعة س تربيع زائد ص تربيع هو اللي ب 13. ومن هنا تبدأ طريقة الحل العادية بتاعتنا. هنقول له 1 نقول له طب من 1 س زائد ص ب5 س بتساوي 5 ناقص ص. سمي ده دي رقم 3. من 2 شيل س وحط قيمتها. انا هقول بسرعه بس عشان 5 ناقص ص كل تربيع زائد ص تربيع يساوي 13. لما هتحل هيطلع لك ص ب3 او ب2. معلش انا هنجز شويه. احنا يعني لما نحل خطوات ونفك زي ما احنا اتعودنا في المسائل اللي فاتت هيطلع لي اجابتين 3 وايه؟ و2. ونكتب له بالتعويض في 3 من 3. طب من 3 س تطلع تساوي ايه؟ 2 او 3. مجموعة الحل لو كتبت مجموعة الحل سؤالك هيخلص لان مفيش مجموعة حل. بنكتب العدد الاول والثاني كمان مرة. ده 2 وده 3 او الاول والثاني 3 2. يا اما نكتب له العددين 3 و2 او 2 و3 نكتبها له كده. شكرا. ايه؟ الاول والثاني س والثاني ص. اصحى في كلمة يزيد. يعني ايه احدهما يزيد بمقدار كذا عن الاخر؟
قلت لك تاخدها بالدور، احدهما س، كتبنا س. يزيد يعني يساوي زائد. خلي بالك هي لها طرق ثانيه والمدرسين بيشرحوها بطرق ثانيه، بس انا عارف ايه اللي هيخش مخك على طول لو ركزت معايا. انت براحتك بقى. طيب يساوي زائد، يساوي ايه بقى؟ يزيد عن الاخر، يبقى س بتساوي الاخر اللي هو مين؟ ونزود عليه كام؟ 3. ادي اول واحده، ادي اول ايه؟ سموها واحد. كمل بقى، وحاصل ضربهم كام؟ طب حاصل ضربهم ده اللي هو ايه يا محمد؟ س ص ب 10. وسمي ده ايه؟ وتمشي بنفس الطريقه من واحد ومن اثنين وكمل بنفسك. خلاص؟ انا مش هكملها معلش هكملها. الطول هو اللي س. بس يا روان يلا قالك ايه بقى؟ طوله ضعف عرضه. يبقى نكتب العقل صاد بيساوي طوله هو اللي س بيساوي 2 ص. ادي اول حاجه. دي هنكملها. كمل. يبقى س مساحته مساحه المستطيل الطول في العرض. يبقى س ص بيساوي 50. وسمي ده 2 ونبدا من واحد. بس هننجز شويه، هو اصلا سهل. من واحد يبقى س بيساوي 2 ص. خلاص سيبها له كده وسميها ايه؟ 3. من 2 شيل س وحط قوس في ص يساوي 50. 2 ص في ص، 2 ص ايه؟ يساوي 50. ص تربيع. تعالى يا نوف. 50 على 2 الصوت يبقى هنا. ص يساوي جذر. في هنا في السؤال المفروض موجب وسالب يعني، بس مش هنحط سالب لان الاطوال والمساحات ما فيهاش سوالب. طيب اقول له من 3. اتفضلي يا نور اقعدي. المساحه اللي هي ايه يا ولاد؟ من 3. فين 3؟ س بتساوي 2 قوس. س بتساوي 2 قوس. حط في القوس 5. مفيش غير 5 اصلا. 2 ب 5 بكام؟ يبقى الطول ب10، العرض الخابل هيقول لي مجموعه الحل. بس يا سكره. طب افرض طلب المحيط بالمره. انا عايز بقى المحيط. يوسف اللي هيقولها ولا هيقولها لي؟ المحيط بايه يا حلو؟ طول زائد عرض 2. اوعى حد يقول لك طول في العرض 9، صدقوا ده. الطول زائد العرض اللي هي 10 زائد 5 في 2 هيطلع 30 سم. شوف. ما تنساش تشترك في القناه، تفعل زر الجرس.